مهاجر 10 أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. أزاحت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية. الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، كما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على حمل 300 كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، ومزودة أيضا بمنظومة الحرب الإلكترونية. قنبلة أرمان 1 الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنه، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه GPS INS، ويبلغ نطاق تشغيلها 20 كيلومترا، فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراما، وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية. صاروخ كروز سينا هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه، حيث يحتوي على محرك كهربائي، ونوع رأسه الحربي هو شظايا AFP، يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، ويبلغ مداه 5 كيلومترات، ومدة تحليقه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات. صاروخ الماس 2 والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست على خط النار المباشر، وكذلك صاروخ الماس 3 الذي يعد جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية. اليوم نحن فخورون بأننا وبيد شبابنا الكفؤين وطاقاتهم وإمكانياتهم يتم تصنيع ما تحتاجه البلاد من معدات متطورة، ونؤكد بأننا وبهذه الصناعات المحلية لن نسمح للعدو بالتفكير بالقيام بعمل في أي نقطة من البلاد. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمرا ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية خرم شهر والحاج قاسم على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، معربا عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة. إذن هو تأكيد جديد للقوات المسلحة الإيرانية على أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادة البلاد أمام المخاطر المختلفة، وهي لن تتوانى لحظة عن تعزيز قدراتها الدفاعية لتحقيق هذا الهدف.